المباراه حنا نركزوا على شويه على القمه ونهضروا على الكره وشويه ما يروج وما يدور بكره القدم. كانت القمه المنتظره الاولى هي ما بين طنجه كمستضيف والجيش الملكي. ماتش كان غادي للتعادل اخر لحظات. وقعوا بعض الاحداث اللي خلات المباراه تغيرت. اول حدث هو تدخل ديال الباسكيت بول اللي دار المدافع كوناتي ديال اتحاد طنجه، اللي كانت ديك اللقطه باش تهز. يمكن حدا كنشوفوا اللقطه بشكل مباشر بلي بانت الاعاده كنقولوا اش كيدير هاد كوناتي هذا، تهز بيدو في واحد الكره. ابخي جا القرار الحكم الفار، وقع بوليميك ما بين هلال الطير والستاف ديالو مع الحكم الشارط. سمعت تصريحات ديال هلال الطير اللي ما عجبوش الحكام، اللي قال انه ماشي اي واحد الصفاره يصلح يكون حكم. الحكام ما عجبهمش هذه القضيه هذه، وكيعتبر انه تعرض لاستفزازات من طريقه التعامل ديال الحكام قال لا حتى هو استفزنا. في الاخير وقع بوليميك في تصريحات مورا الماتش، والجيش ربح جوج واحد بينالتي بورود الدم ماركاه ربيع حريمات. شنو ابرز ما يمكن ناخذوا من هذه المباراه اللي ليها واللي عليها فينالمون؟ مسكوت. اولا ردة فعل غاضبه شيء طبيعي، ولكن خص ضبط النفس، لان الفريق ماشي ملكيه ديالك، وانت خصك تضبط النفس لانك تمثل الفريق كله. لان هذا النوع من الفعل وردة الفعل قد تؤثر على الفريق وعلى سمعة الفريق. وحتى هذا التكالب من اجل تصريح ديال مدرب اتحاد طنجة ما خصوش يكون من طرف الحكام خصهم يبقاو هما القاضي، هما ضمير الملعب، هما اللغه ديال العقلانيه وديال عين العقل. وماشي ممكن ان الى حتى فرضا انه خرج على السكه ديال الاخلاقيات ولا على التربيه اللي مفروضه تكون في مدرب ولا في كذا. كاين قنوات دايرينها ديال التحكيم هي لجنه الاخلاقيات وكاين فيها الاستئناف. كنظن بان الحكام هم اكبر من انهم يمشيوا مثلا لواحد التصريح غاضب ويشدوه يعموه انه يمس كل الحكام. ما كيمسش كل الحكام. الا قال واحد الانسان ان الصفاره هي تدبير ديال واحد المرحله ديال واحد الغرس سام اللي كيكون فيه هو حس بان هذيك اللقطه بانها، ولكن ملي كيبرد هذاك اللاعب ولا هذاك المدرب راه خصو تعاود له التربيه ديال انه يعرف بان السلطه التقديريه راه عند الحكم. السلطه التقديريه في كثير من القرارات كتكون عند الحكم الوقت اللي كيوقع واحد الشك. ولكن اللي خصنا نفهموه ونامنوا به ان الفار، شنو هو الفار؟ الفار راه هو اعاده تمثيل، ماشي اعاده تمثيل جريمه، اعاده تمثيل واحد اللقطه لاتخاذ قرار. اذا ملي كنادي عليك انت كحكم راني ورطتك. علاش ورطتك؟ لاني كنجيبك باش تاخذ قرار. خلو حداك البالون واش انت خديتي القرار ما كاينش بيناتي، وانا خديت القرار باش نفرض عليك. يمكن في اوروبا في النضج ديال التحكيم واقيله وتاكد من الناس ان الحكم كيقدر يحسم من خلال التدخل ديال الحكم ديال الفار ثقه فيه كيقدر ياخذ القرار. لا ما يمشي يشوف. كاين البعض كيديرها وي. حنا لان عندنا كل شيء مبني على التهمه هي الاصل والشك هو الاصل. يمكن ما كاينش عندنا هذا الشيء، فانت جريتيني من حكم الوسط باش نمشي ناخذ القرار. وقع في السلطه التقديريه ديالي انا كتبان لي يدو دافعه ما دافعاش من الاتجاه من هذا، خديت القرار ديال البيناتي. واش انا ارتكب جريمه؟ ما نظنش ان الحكم ارتكب جريمه. الحكم عنده سلطه تقديريه مخولها له القانون. هذيك السلطه التقديريه هي اللي كتخليه في التقدير. واش دابا انت معيط ليا وتجيبني خصني ناخذ قرار، خصني ناخذ قرار اش نجيب؟ ملي كنشك في راسي وتخليني انني نشك في راسي وتخليني نشك حتى فيك انت ككفاءه في الفار، جايبني لاعاده تمثيل اللقطه. نعاود ندير هذه اعاده التمثيل ونبقى انا كيفاش غيكون؟ الله يحسن العوان ديال هذا الحكم. اذا الحكم اذا كان في سلطته التقديريه او في قراراته المبنيه على التدرج وعلى انه سيكتسب التجربه وان هذاك الحكم كيرفع الصفاره بدون قصد في ارتكاب خطا جسيم وراه واحد سوء النيه، انا كنظن ما يمكنش وماشي من حق شي واحد يقول اي واحد يشد الصفاره اسيدي نصبر عليهم. لان دابا فين واقع عندنا المشكل في التحكيم المغربي؟ ما باغينش نصبروا على الطاقات الشابه، ما باغينش نصبروا
على وليدات. دابا فين كيتعلم الانسان في التدرج ديالو؟ فين كيتعلم؟ فين كيكتسب المهارات؟ واش كاين شي واحد لا جيد ولا ما غيجي واجد، ما يمكنش واش يوجد. كاين شي واحد اخلط ولا حكم ولا تمييز. اش كيقولوا له معلم؟ لا يمكن. واش كاين شي واحد كيولي معلم في ليله ونهار؟ راه تا كيرتكب عده اخطاء في الماتشات. وانت في تحليل السلوك ديال اللاعبين والمدربين راه عبر اكتساب واحد التجربه ديال واحد المقابلات متعدده. واش بركان ديال 36 مقابله في بلادها هي بركان ديال جوج المقابلات؟ راه ما يمكنش. تجربه كتكتسبها لدى الحكم عبر التدرج، عبر مقابلات متعدده من القسم الوطني الثاني الى القسم الوطني الاول، وكل مقابلات عندها الطبيعه ديالها. هنا فين كتكتسب. وحاجه اخرى هي لا فورماسيون. ما يمكنش التدريب المستمر، التكوين المستمر هو حلقه مهمه، لان التكوين المستمر شنو فيه؟ اختبار اللياقه البدنيه، اختيار المهارات في اداء القرارات. دابا لا فيفا كتعدل في كل سنه، في كل سنتين قوانين مجموعه من القرارات. شحال من فورماسيون درنا لدى سميتو على مستوى الكاف وتلعب واش على اجور. مستوى تلعب واش اجور. شحال من حكم قال لك شي لاعب كيشرحوا لهم شي لقطات يقول لهم اللاعب فراسي تشونجمون. ايوا خاص هذاك الحكم اللي تابع العصبه ديالو ولا الجهه ديالو يعيطوا له ويديروا له واحد الاداء على بحال اللي كيديروا ديال لي فورماتور ديال هذا، ويجيبوهم يجلسوهم ويعطيهم اخر التعديلات اللي كاينه. هادشي واش كنفكروا فيه ولا ما كنفكروش فيه؟ باش ما نوقعوش في هذا اللغط ديال ردة فعل. انا كنظن طير ردة فعل عاديه، لان اللي شاف اللقطه في الاول يقدر يقول واه فيها الشك، ولكن ملي كنقرا ان الحكم عنده الحق في السلطه التقديريه ديالو، راه ملي كيعيط له حكم الفار راه خصو ياخذ قرار. اذا كنوجد 1000 عذر لهذا الحكم ونقول الله يحسن عوانه، لان ما عندوش شي. ولكن هذه القضيه ديال نقول انا باللي اي واحد رفع الصفاره راه ما يمكنش يكون حكم، هذا كلام عادي. هذا من وسط الغضب راه ما كاينش. حاول نسول، ما كاينش فيه شي تجريح. نسول الناس طنجه على شنو السبب. حيت انا ديك الطريقه باش رياضه وطنجه ما كانوش عندها علاقه بالبينالتي. شفت البينالتي ما عرفتش انا جاني بينالتي زعما ضرب الكره بيدو دابا تهزوا باش يلعب بينالتي واضح، ضربه جزاء واضح الباسكت. دابا حاولت نشوف دابا اللي فهمت انا من عند الناس طنجه سبب الغضب، حيت كانوا شويه متوترين. ما كان اعاده قال لك هو ان هذا الحكم اللي كان في الفار كان في بعض المباريات كان دار عليهم بوليميك مؤخرا من المباريات تكلمنا عليهم، كان في الفار. هما داروا رسائل للمديريه ان هذا السيد راه كان هذه نسخه طنجه، هذا السيد راه كان حكم في الفار في بعض المباريات تعرضنا فيها لظلم تحكيمي، وانه تعين في ذيك المقابله واعتبروا انه دو طاكل في ميليو تيرا ما رجعش فيهم الفار وسط الماتش، كان بامكانه يرجع فيهم. هذه في خصم طنجه. وابري ملي رجع في ديك لقطه بينالتي اعتبروا انه بحال قلتي ما رجعش في حاجه ورجع في حاجه، هي تكمله شنو كان قبل، وما بغاوش اصلا يتعين لهم. قال لك علاش بعض الفرق كتشونجيو لهم وحنا لا. هذا كان واحد الضيبه اللي قبل الماتش وكمل في الماتش. فهمتي بغا نوصل جمال. انت شنو التفسير ديالك شنو وقع بالماتش كرويا وتبل هذا الجدل اللي محيط به؟ هو شوف، هو دابا كاين واحد الحاله ديال الغليان بالنسبه للبطوله الوطنيه، في علاقه بارتباط ايضا يعني بالتحكيم، فولا كل قرار يعني مثير للشك، ماشي مثير يعني فبالتالي ماكينه الشك خدامه اليوم هي اللي كتعطينا هاد التصرفات وهاد الانفعالات يعني بالنسبه لمجموعه من الاطراف يعني داخل اللعبه، لانه كل فريق باغي حقه. ويعني في المباريات بطبيعه الحال في كل مقابله غتكون فيها حالات تحكيميه، غير فين ما خصش يكون الاشكال، غير ما يكونش تناقضات في الحالات، ماشي هنا نعطيها حمراء والاخرى ما نعطيهاش حمراء كترفض هذا الامر تاجل. لا ماشي، راه حالات ما كتشابهش. راه بعض المرات راه يقدر غير يعني تدخل ما كيشبهش تدخل، راه تدخل يقدر مثلا حاله تعطيك حمراء في حاله اخرى مماثله على حسب يعني الحراره ديال التدخل، الحده ديال التدخل، مجموعه من المعايير اللي كيديروها يعني الحكام يعني في اثناء عمليه صناعه ديال القرار. كيبقى الاساسي هو الحكم يكون عادل يعني في المقابله. هذا هو الاساسي، هو الاهم والاساسي. انا اللي سمعت انه الغضب والانفعال ديال الناس ديال طنجه كان انا اللي سمعت يعني على مكان تنفيذ وقال شي
الكره اللي جا منها وقيله ضربه الجزاء، اما ضربه الجزاء صحيحه لا غبار عليها لانه مشى بيدو كوناطي. شنو وقع في الذهن دابا كنشوف مثلا لاعب اجنبي كابيتان شنو كيوقع؟ ماشي على الاجانب اللي داروها، راه داروها المحليين. المحليين داروها مي اجنبي وكابيتان كوناطي راه عميد ديال الفريق ديال طنجه، ما فهمتش واش هو بغى يضرب كره. راه وقعات في الديربي دارها فرحان، راه فرحان وي يعني راه اكثر منها كاع. انا شوف بحال كاع تهز فوق اللحظه اللي كياخذ الحكم وكان في غنى عنها مثلا هذه اللقطه ديال كوناطي، ولكن عبد الوهاب هو كان دار يعني شوف اللاعب انا ديك اللحظه شنو كيوقع التفاعلات اللي كتوقع عليه، يعني هو الادرى بها. يعني بطبيعه الحال علاش كان لاعب يختلف عن لاعب، قيمه لاعب تختلف عن قيمه او لاعب. البينالتي زعما لا بينالتي لا نقاش فيه، لا نقاش فيه، لا نقاش. وما كنهضرش على طنجه كانوا ناقشوا بينالتي، لا ما تنظرش. انا كنهضر كيدويو على اشياء اخرى، ولكن في المحصله هذه كره القدم. الجيش بقاو امنين بالحظوظ ديالهم الى اخر نفس، بقاو كيقلبوا على النتيجه ديال الفوز. راه طنجه كانوا ممكن يرجعوا بالتعادل في كره اخيره من بعد الهدف، كانت واحد الكره اخيره كانوا ممكن يسجلوا بها هدف ديال التعادل. هذه هي كره القدم. والاشاده بالبرود ديال ربيع حريمات صحيح، بوليميك فاش البالون وقف يتحمل مسؤوليته مشى يعني سجل ضربه جزاء. انا اتفهم يعني هذا الغضب ديال طنجه لانها مقابله كانت مهمه. الظروف ديال المقابله او المقابله وقيله بالجمهور ديالهم يعني اللحظات الاخيره كانوا على الاقل عندهم نقطه ثم كتجي ضربه جزاء. ولكن هذه كره القدم. الجيش حتى هما كيقلبوا على نتيجه الفوز لانه الصراحه واللقب، الصراحه والصداره، هما لاعبين قبل المقابله ديال الرجاء وخصو بالتالي يفوزوا باش يديروا الضغط على فريق يعني الرجاء المنافس ديالهم يعني المباشر. فهاد الامور كلها حاضره. فقط الاساسي بالنسبه لي انا كالمنظومه التحكيميه هي تكون السعي الى انه تكون العداله في القرارات يعني في المباريات باش كل واحد ياخذ حقه، باش نساليو. لانه اليوم حاله غليان يعني كتنعكس على كل شيء، تحس بها في كاع المباريات، تنعكس على اللاعبين كاع المباريات، تنعكس على المدربين، تنعكس على كل الاطراف، تنعكس حتى على الحكام اللي خصهم تاهم يتحلوا بالشخصيه وبالهدوء يعني باش انهم يديروا مبارياتهم يعني في افضل مستوى. يعني هذه مشاهد كنا نتمنوا ما نشوفوهاش ديال هذاك الانفعال اللي شفناه ولا هذا. فكان الله في عون الجميع. نعم، ونتمنوا الافضل دائما. الجميع غنوصلوا النقاش اطاعت الله لي بوليميك متعلقه بهذه الدوره هذه في البطوله